لو لسه بقى مش بتحبي تطبخي القلقاس علشان مش بتحبي تقطعيه وبيبقى صعب قوي في التقطيع، وكمان لما بتيجي تسوي القلقاس ممكن يعمل معاكي رغاوي ويفضل كده يطف على البوتاجاز ويوسخ البوتاجاز. في تريكات جميلة قوي هقولك عليها دلوقتي لو مش بتحبي تطبخي القلقاس علشان بيعمل معاكي الحاجات دي. اولا هقولك ازاي القلقاس يستوي معاكي بسرعة جدا. تاني حاجة هقولك ازاي تقطعي القلقاس بمنتهى البساطة. يعني لو عندك كده 10 قلقاسات هتقطعيهم بسرعة قوي في نص ساعة بالظبط. تقطيع القلقاس ما بقاش مشكلة بالطريقة اللي هقولك عليها دي. كمان ازاي يستوي معاكي بسرعة، ازاي ما يعملش رغاوي ويفضل كده يطف على النار. هقولك على كل أسرار نجاح القلقاس معاكي بشكل سريع، هيبقى طعمه حلو قوي زي الزبدة بالظبط، بيدوب كده تسوية مظبوطة قوي. التسوية مظبوطة، لا هو مهروس ومهري ومعجن، ولا هو جامد وناشف ومش مستوي. التسوية زي الزبدة ومتماسك وشكله وطعمه خطير. ويا مساء النور والسرور عليكم يا حبيبات القلب يا أجمل الجميلات. الساعة دلوقتي كام؟ العصر. احنا دلوقتي في رمضان ولازم نطبخ بقى العصر علشان نتغدى سوري، علشان نفطر المغرب. هنفطر بقى النهارده القلقاس باللحمه. وانا مش جايه اقول لك بقى على طريقه القلقاس، لكن هقول لك على طريقه تقطيع القلقاس واسرار كده بتخلي القلقاس معاكي يستوي بسرعه، ما ياخدش وقت على النار، ما يطفش، ما يفضلش كده يطف كده وينزل ميه كتير، ما يعملش رغاوي كتير وبتخليه ما يستويش. هقولك ازاي القلقاس يبقى معاكي حلو قوي. كمان هقولك على اسهل طريقة ممكن تقطعي بيها القلقاس. هنبدأ على طول نشوف ازاي عملنا القلقاس القمر ده بطريقة سهلة وبسيطة. قطعناه بسرعة قوي، ما خدش وقت في التقطيع، ما خدش وقت في التسوية. هقولك ازاي يستوي بسرعة وازاي يتقطع بسرعة من غير وقت ولا مجهود ولا تعب. بسرعة جدا هنعمله وهيبقى أحلى وألذ قلقاس ممكن تاكليه. بداية كده أنا معايا قلقاساية، والقلقاساية معايا ما كانتش كبيرة، بس لو كبيرة معاكي بقى ممكن تستعملي سكينة أكبر من كده شوية. هاخد القلقاساية كده وهبدأ أقسمها نصين زي ما انتوا شايفين كده من غير ما أقشرها. معايا كده النصين مع بعض كده. هبدأ ان انا اقطعهم كده زي كده صوابع كبيرة بالشكل ده. هقطع القلقاسية زي ما انتوا شايفين كده، ودي اسهل طريقة لتقطيع القلقاس. بعد كده بعد ما قطعتها بالشكل ده هبدأ ارفع كده الصوابع بتاعتها عشان اقدر اقشرها بمنتهى السهولة. تمام كده لحد كده كويس، مفيش اي حاجة صعبة دلوقتي. يعني احنا هنا قطعنا القلقاسية نصين وبعد كده قطعناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هقشرها بالشكل ده بمنتهى البساطة. طبعا كنا بنبقى مستصعبين قوي تقشير القلقاسة، بس احنا هنا بعد ما قطعناها بالطريقة دي هتتقشر بمنتهى البساطة. تقشيرها سهل قوي وبمنتهى السهولة، بس تكوني السكينة معاكي حامية شوية وهي تقشر بسرعة قوي. بس كده كده بالشكل ده قطعنا القلقاسة وقشرناها في 5 دقايق بالظبط. وطبعا انا هنا اخترت قلقاسة مش كبيرة لان انا على الفطار انا وابني بس، مفيش معانا حد، فعملت قلقاسة كده مش كبيرة. بس كده وبدأت هنا ان انا اقطع القلقاس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هقولك بقى على اهم حاجة تخلي القلقاس معاكي ما يعملش رغاوي وما يطفش على النار. اوعي تغسلي القلقاس، بجد غسيل القلقاس بيبوظ القلقاس حرفيا. ما تغسليش القلقاس خالص. يعني احنا هنا قشرناه وبعد كده هننشفه بقطعة قماش كده نضيفة او مناديل او فوطة بتنشفيه كويس قوي، مش بيكون في اي ميه. طبعا واحنا بنقطع القلقاس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بيكون يعني ايه مش نضيف، يعني بيكون معاكي بيطلع من القشر كده حاجات فبت ايه بتكون على القلقاس نفسه. فاحنا هناخد القلقاس كده بعد ما قشرناه بالشكل ده وهنبدأ ننضفه كده بقطعة قماش نضيفة او فوطة او مناديل. بس انا مش بفضل المناديل، بفضل قماشة تكون نضيفة او فوطة نضيفة. بالشكل ده هتعملي القلقاس بمنتهى البساطة والسهولة، هيكون معاكي زي الفل. كده القلقاس بقى نضيف قوي، مفيش فيه
اتربه من اللي كانت في القشره وبقى نضيف قوي. بس اوعي تغسلي القلقاس. لو غسلتي القلقاس هيأخر تسويته، يعني هتحطيه على النار مش هيستوي بسرعة، هتلاقيه قاعد يعمل رغاوي وقاعد يطف على البوتاجاز ومش هيستوي بسرعة. لو غسلتيه مش هيبقى النتيجة الحلوة اللي احنا عايزينها. بعد كده بعد ما نضفناه كويس قوي بالشكل ده هنبدأ نقطعه قطع متساوية. شايفين بقى زي الفل وشكله حلو قوي. وعايزة اقول لكم ان النتيجة النهاردة يا جماعة كانت بجد خطيرة. القلقاس كان حلو قوي بالطريقة دي. هيديكي احلى نتيجة للقلقاس بجد. اوعي تجربي طريقة تانية غير الطريقة دي. بالشكل ده نضفت بقى كل القلقاس بالشكل ده، وهبدأ ان انا اقطعه قطع صغيرة متساوية. وطبعا هقطعه قطع صغيرة لانه هو بيستوي بسرعة، مش بيتهري، والتسوية بتكون مظبوطة. وده علشان ما غسلناش القلقاس. طالما ان احنا ما غسلناش القلقاس التسوية هتكون مظبوطة معاكي، ومش هيفور منك على البوتاجاز ولا هيعمل اي مشكلة. بالشكل ده هنبدأ ان احنا نقطع القلقاس. عمركم بقى شفتوا طريقة أسهل من كده لتقطيع القلقاس؟ لو حد شاف طريقة أسهل من كده يقولي. طريقة سهلة لتقطيع القلقاس، النتيجة هتكون حلوة. تقطيع القلقاس بالشكل الصح ده ومن غير ما نغسله وبنشفه كويس هيخليه طعمه حلو وهيستوي بسرعة وهيديكي أحلى طعم للقلقاس. وبس كده. طريقة سهلة وطريقة بسيطة مفيش فيها أي حاجة صعبة زي ما انتوا شايفين كده. بعد بقى ما هنقطع كل كمية القلقاس هوريكم ازاي دلوقتي وهو على النار مش بيطف ولا بيفور ولا بيعمل رغاوي ولا بيعمل خيوط ولا بيعمل اي حاجة. هوريك ازاي ان هو اول ما حطيت عليه الشوربة كده بدأ يستوي بشكل سريع جدا اهو. زي ما انتوا شايفين كده انا كده مرطت له بصلاية بفلفل اسود وحطيت عليه الشوربة وسقطته في الشوربة المغلية وحطيت اللحمة، وبقى بالشكل القمر ده بالظبط 5 دقايق وكان مستوي وزي الزبدة زي ما انتوا شايفين كده. وهو على النار اهو بوريهولك علشان تشوفي ازاي ما عملش اي مشكلة. ودي النتيجة الأخيرة. وطبعا أنا ما قلتلكوش على طريقة القلقاس، طبعا كلكم شطار وعارفينها، لكن أنا عرفتكم بس طريقة تقطيع القلقاس والتركات اللي بتخليه يستوي بسرعة ويكون طعمه حلو وشكله حلو وخطير بالشكل ده. طبعا أنا بحط له طماطمايه بعد ما بحط الشوربة، بعصر له طماطمايه واحدة بس وبتخلي لونه أحمر كده وحلو. وطبعا بعمل له تقلية سلق وتوم وبتخلي طعمه وشكله خطير بجد. الاكل النهارده كان حلو قوي، اللحمه والشوربه والقلقاس اكله خطيره، اكلاتنا الجميله اللذيذه اللي مش ممكن نستغنى ابدا عنها زي ما انتوا شايفين كده. ده كان الفطار النهارده. فطارنا النهارده 8 يوم رمضان، وده كان فطاري انا وعمر ابني. وكان فطار حلو قوي ولذيذ قوي زي ما انتوا شايفين كده، اكله سريعه